في حاجات في حياتك كل ما عدد الناس اللي يعرفوها عنك يقل كل ما حياتك تبقى أهدى. ومش قصدي انك تخبي حياتك عن الناس او ما تثقيش في حد، انا بتكلم عن ان في جمل لو قلتيها للشخص الغلط ممكن تندمي انك قلتيها اصلا، والاخطر انك احيانا بتقوليها بحسن نية وبتفتكري ان الشخص اللي قدامك بيحبك وبيفرح لك. عشان كده النهاردة هقولك 7 جمل حاولي ما تقولهمش لأي حد بسهولة. الجملة رقم 7 تحديدا ناس كتير جدا بتقولها وبعدها بتكتشف ان كان الافضل انها تسكت. ويلا نبدأ. انا نفسي اعمل كذا. لو عندك حلم او خطة او في حاجة نفسك تحققيها مش لازم كل الناس تعرف، مش كل شخص بيسألك انت ناوية تعملي ايه لازم يعرف كل التفاصيل، لان احيانا لما بتتكلمي عن هدفك كتير بتلاقي نفسك بتاخدي اراء من ناس اصلا مش عايشة حياتك. حد يقولك مش هينفع، واحدة تقولك انت بتفكري ليه كده، حد تاني يخوفك، وفجأة بدل ما تركزي في حلمك بقيتي بتحاولي تثبتي للناس ان حلمك يستاهل. اعملي كل اللي عليكي الاول ولما الحاجة تحصل ساعتها اتكلمي عنها، مش كل حاجة لازم تتحكى وهي لسه في بدايتها. رقم 2 انا بقبض كام، ودي بالذات خليها فعلا مع الناس محتاجة تعرف مرتبك، دخلك، مدخراتك، تفاصيل فلوسك. مش لازم كل اصحابك وقرايبك يعرفوها، لان بمجرد ما الناس تعرف رقم يبداوا يحكموا، وواحدة تشوفك بتقبضي اكتر فتقول انت معاكي فلوس اهو، وواحدة تعرف ان دخلك قليل فتبدا تتعامل معاكي على الاساس ده. وممكن اصلا الشخص اللي قدامك مش بيسالك علشان مهتم، ممكن يكون بس فضولي. مش كل سؤال لازم له اجابة، ممكن ببساطة تقولي الحمد لله كويسة وتقفلي الموضوع. رقم 3 أنا عندي مشكلة مع فلانة، دي من أخطر الجمل، لأنك ممكن تكوني متضايقة من شخص فتروحي تحكي لصاحبتك بكل التفاصيل وبعدين تتصالحي مع الشخص ده، لكن المشكلة اللي حكيتيله لسه فاكر كل حاجة. انت ممكن تنسي الكلام اللي قلتيه في لحظة عصبية، لكن الشخص التاني مش بالضرورة ينساه. علشان كده لو عندك مشكلة مع حد اختاري بعناية جدا الشخص اللي هتحكي له. مش معنى انك متضايقة انك لازم تحكي كل التفاصيل، واهم حاجه ما تتكلميش عن اسرار شخص وانتي زعلانه منه، لان الزعل خلي الواحد يقول كلام ممكن يندم عليه بعدين. رقم 4 انا خايفه من كذا. طبعا مش معنى كده انك ممنوع تعبري عن خوفك او ضعفك، بالعكس انت تتكلمي عن مشاعرك مع شخص امن، دي حاجه صح جدا، لكن الفرق انك ما تديش نقاط ضعفك لاي شخص لمجرد انه قريب منك، لان للاسف مش كل شخص يسمع ضعفك وبيحافظ عليه، وفي ناس ممكن بعد فتره تستخدم نفس الحاجه اللي خفتي منها ضدك. فلو هتتكلمي عن نقطه حساسه عندك اختاري شخص اثبت لك بالافعال انه امين، مش كل شخص قريب منك هو شخص امن، ودي جمله مهمه جدا. رقم 5 انا عملت كذا علشان، ودي عن التبرير. لو اخدتي قرار في حياتك وانت مقتنعة بيه مش لازم تقعدي تشرحي لكل الناس ليه عملتيه. انا سبت الشغل عشان كذا، انا بعدت عن فلانة عشان كذا، انا رفضت الشغل ده عشان كذا، انا مش عايزة اعمل كذا عشان كذا. اوقات كتير بنشرح قراراتنا زيادة عن اللزوم لاننا خايفين الناس تحكم علينا، لكن الحقيقة انت مش في محكمة، مش كل قرار في حياتك محتاجة موافقة الناس. ممكن تقولي ده القرار المناسب ليا وخلاص، بس كده. رقم 6 أنا مبسوطة جدا إن حصل لي كذا، ودي غريبة شوية صح؟ هو مش المفروض نفرح ونشارك الناس فرحتنا؟ طبعا أنا مش بقولك ما تفرحيش، أنا بقولك اختاري مين اللي بتحكي له عن فرحتك، لأن مش كل الناس بتفرح لك بنفس الدرجة اللي انت متخيلها. في ناس لما تحكي لهم خبر حلو بدل ما يقولوا لك مبروك يبدأوا يقولوا بس فلانة حصل لها أحسن، أو يقولوا ده سهل، او يقولوا طب وبعدين. وفي ممكن ناس عينها عليكي من غير ما تقصد، فمش معنى انك مبسوطة انك لازم تعلني كل تفاصيل حياتك. خلي عندك جزء صغير من حياتك لنفسك، مش سر لكن خصوصية. رقم 7 انا عملت كذا وندمت، ودي اخطر واحدة، لان في فرق بين انك تتعلمي من غلطك وبين انك تفضلي تحكي للناس عن اسوأ قراراتك واكبر ندم عندك. ليه؟ لانك ممكن تتغيري، ممكن تكوني النهاردة شخص مختلف تماما عن الشخص اللي عمل الغلط ده من سنتين، لكن بعض الناس للأسف مش هيشوفوا التغيير اللي حصل فيكي، هيشوفوا بس الغلطة القديمة. وعلشان كده ما تخليش غلطة قديمة تتحول لهوية. اتعلمي منها، اعترفي بيها لنفسك، ولو محتاجة مساعدة اتكلمي مع شخص تثقي فيه، لكن ما تفضليش تعرفي كل الناس بأضعف نسخة منك. انت مش مطالبة تفضحي ماضيكي عشان تثبتي انك اتغيرتي. وفي النهاية أنا مش بقولك ما تثقيش في حد، ولا بقولك خلي حياتك كلها أسرار، لا، أنا بقولك حاجة أبسط. اتعلمي الفرق بين الخصوصية والسرية. الخصوصية معناها إن في أجزاء من حياتك مش لازم تكون متاحة لكل الناس، ومش معنى إنك مش بتحكي كل حاجة إنك بتكذبي، ومش معنى إنك بتحطي حدود إنك متكبرة. بالعكس، أحيانا أكتر حاجة بتخليكي تحسي براحة وسلام هي إنك ما تشرحيش نفسك طول الوقت وما تديش كل تفاصيل حياتك لكل شخص. فمن النهاردة قبل ما تحكي أي حاجة اسألي نفسك 3 أسئلة: هل الشخص ده أمين؟
هل انا هكون مرتاحة لو الكلام ده اتعرف بعدين؟ وهل اصلا الشخص ده محتاج يعرف؟ لو الاجابة لا، يبقى اسكتي. مش كل حاجة لازم تتقال، ومش كل حاجة لازم الناس تعرفها. لو حبيتي النوع ده من الكلام اللي يساعدك تبقي أقوى، أوعى، أهدى في تعاملك مع نفسك ومع الناس، تابعيني هنا في رولين توكس، لأننا لسه عندنا كلام كتير محتاجين نتكلم فيه.